عمرك وقفت قدام هدف كبير وفضلت مستني الشرارة اللي هتخليك تبدأ وتتحمس؟ عمرك حسيت إنك محتاج المزاج المناسب أو اللحظة المناسبة عشان تتحرك؟ لو ده حصل معاك فأنا أقولك حاجة مهمة، اللحظة المناسبة مش هتيجي، والتحفيز اللي مستنيه مش هو اللي هيبدأ لك الطريق. وأكتر حاجة ممكن تغير تفكيرك بعد قراية كتاب فجوة التحفيز إن التحفيز مش هو اللي بيحركك، التحفيز هو اللي بيجي بعد ما تتحرك. تعال احكي لك الموضوع من البداية، صدقني بعد الدقايق دي نظرتك للتحفيز والأهداف هتتغير للأبد. الحقيقة الصادمة، الحماس بيجي بعد البداية. مؤلف الكتاب شاف ناس كتير بتستنى اللحظة اللي هتتحمس فيها علشان تبدأ، لكن الحقيقة ولا مرة اللحظة دي وصلت، لأن الحماس الحقيقي هو نتيجة مش سبب. يعني إيه؟ يعني أول 5 دقايق تبدأ فيهم، أول عرق ينزل، أول صفحة كتاب تكتبها، أول 1% تقدم، هو ده اللي بيصنع التحفيز مش العكس. فكر فيها، كم مرة بدأت تعمل حاجة وما كنتش عايز تعملها، وبمجرد ما دخلت في المود لقيت نفسك مكمل؟ هنا بالظبط مكان ولادة التحفيز. السر رقم 1، العملية أهم 1000 مرة من الهدف. كلنا بنحط أهداف كبيرة، عايز أخس، عايز أتعلم مهارة، عايز أكسب فلوس، عايز أفتح قناة، بس المشكلة إن العقل بيشوف الهدف الكبير بعيد مرعب فبيحبط. هنا بيجي السر اللي بيدمر 80% من مشاكل الالتزام. ركز على العملية مش الهدف. الهدف مهم بس دوره انه يحدد الاتجاه، مش دوره انك تبصله كل يوم. العملية اللي هتعملها كل يوم هي اللي هتوصلك مش الهدف. تخيل واحد عايز يجري ماراثون 42 كيلومتر، لو كل يوم فكر في ال 42 كيلومتر هيتشل. لكن لما يقسم الموضوع، اول اسبوع يجري نص كيلو، الاسبوع اللي بعده 1 كيلو، وبعدين 2، وبعدين 3، وهكذا. هنا كل خطوة صغيرة بتعمل له دايرة نجاح، والنجاح الصغير بيجيب تحفيز، والتحفيز بيجيب نجاح أكبر، والنجاح الأكبر بيجيب التزام، والمسلسل يكمل لحد ما يوصل للهدف الكبير بدون ما يفكر فيه أصلا. السر رقم 2، الهدف هو اللي يختار العملية. ما ينفعش تختار عملية عشوائية وتقول دي هتوصلني، لا، انت تحط هدفك الأول وهو بقى اللي يحدد لك الطريق. عايز تخس، هدفك هو اللي هيقولك هتاكل ايه وهتمشي قد ايه. عايز تبني بيزنس، هدفك هيقولك تتواصل مع كام عميل مش مزاجك. عايز تتعلم مهارة، الهدف هو اللي هيحدد روتينك مش يومك. السر رقم 3، النجاح مش للموهوبين، النجاح للأرقام. الكتاب ده بيقولك كلمة مهمة جدا، الناس الناجحة مش أذكى، الناس الناجحة أكتر ناس بتشتغل على أرقام واضحة. عايز 5 عملاء، يبقى لازم تتواصل مع 40 أو 50 شخص. عايز تزيد لياقتك، يبقى عندك خطة فيها تمرين كل يوم. عايز قناتك تكبر، يبقى في حد أدنى من الفيديوهات شهريا، وفي طريقة ثابتة. النجاح لعبة احتمالات، كل ما تزود محاولاتك احتمالية نجاحك بتزيد. السر رقم 4، السعادة مش في الإنجاز، السعادة في الطريق. واحدة من أجمل النقط في الكتاب إن السعادة مش لما توصل، السعادة لما تلاقي نفسك بتحقق نجاح صغير كل يوم، كل 1%، كل خطوة، كل تقدم بسيط، كل إنجاز ما كنتش قادر تعمله قبل كده. ده اللي بيخليك تكمل، وده اللي بيخليك تستمتع. السر رقم 5، قوة الإرادة. آخر حاجة تعتمد عليها، الإرادة بتخلص كل ما اليوم بيعدي بتقل، علشان كده ممنوع تعتمد عليها. اعتمد على روتين، عادة، نظام، خطة مكتوبة. نظامك هو اللي هيشيلك مش إرادتك. السر رقم 6، انت مش محتاج مدرب، انت محتاج محترف. الكاتب بيقول ان المدرب هيشجعك، لكن المدرب المحترف هو اللي هيقولك تعمل ايه بالظبط. المحترف بيوفر عليك سنين تجارب، وهو اللي بيديك الطريق المختصر الحقيقي، مش أي طريق مش عليه حد قبلك. السر رقم 7، علشان تعمل أكتر اعمل أقل. أيوة، اعمل أقل. احذف المهام اللي ملهاش أي قيمة، العلاقات اللي بتستهلك طاقتك، القرارات الكتير، الالتزامات اللي ملهاش أي لازمة، وخلي وقتك كله رايح للحاجة اللي فعلا بتقربك من هدفك. خلاصة الكتاب، ما تستناش تتحمس، ابدأ وهتتحمس بعدين. ما تستناش تكون جاهز، ابدأ وجهز نفسك وانت ماشي. ما تستناش اليوم المناسب، كل يوم مناسب لو أخدت أول خطوة. النجاح مش مجرد إلهام، النجاح محتاج خطة، ومحتاج تلتزم، ومحتاج تحط أول حجر، وبعدين كل حاجة هتيجي وراها. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وقول لي في التعليقات إيه أكبر هدف نفسك تحققه وهتبدأ فيه إمتى.